صباح الخير. في سؤال دايما بنتسأله، هو الحب ضروري للجواز؟ طيب، هو الفكرة بقى يعني ايه حب أصلا، وايه معنى الحب في الجواز؟ مشكلة دلوقتي ان احنا بدينا نبص للحب الرومانسي بصفة خاصة على انه هو مقدس، والجواز هو اللي بقى ثانوي. علشان كده حالات الطلاق بتزيد وحالات الجواز بتقل. يعني بالمؤقت كده الحب الرومانسي انتصر على الجواز الدايم، أو مشاعره بدأت تدمر الجواز من الداخل. لأني مش بلاقي الحب الرومانسي في جوازي، أو أنا كنت متوقعة كلنا كان عندنا الحلم إن الحب الرومانسي ده في جوازنا هيفضل موجود، وبطبيعي الحياة هتبقى ماشية ناعمة زي الحرير. الحقيقة لأ، الجواز محتاج تنازلات أكتر من الحب. والفكرة بتاعت إن الحب والجواز زي البنزين والعربية صح جدا، بس لو حددنا نوع الحب، الحب العنيف الرومانسي ولا الحب العميق الثابت؟ طيب الأول نشوف إيه هو الجواز. الجواز هو إطار للحياة بنعيش فيه، بيتضمن عوامل مهمة أهمها التوافق الاجتماعي والإنساني، والتوافق في الأهداف والأحلام والأخلاقيات إلى جانب الحب. إنما الحب العاطفي ملوش علاقة بالقصة دي، أو بمعنى صح الحب الرومانسي هو تجربة قصيرة جدا في مشاعرنا وفي حياتنا نسبيا، لأنه هو شيء مؤقت. طيب، فنيجي نفكر بقى لو جوزنا حد لمجرد ان احنا بنحبه، بيحصل عندنا نوع من التجاهل لأساسيات حياتنا أصلا. بمعنى ان انا حبيت حد يمكن ذكائه العاطفي منخفض او شخصية عنيفة، وحبه بس مجرد كلام ورومانسية ومشاعر ورغبة وكلام من ده. في الآخر كل ده مش بيساعدني على الحياة ولا أساسيات الحياة. مش بحس إنه سند، مش بحس إنه هو إنسان أنا مسنود عليه أو عايشة معاه أو أقدر أشوف مستقبلي معاه. لأن إحساس الحب الرومانسي في الحقيقة إحساس مؤقت للغاية. كويس، فنيجي في الآخر يمكن نعتبر تجربة جواز من الحب بس هو على المدى القصير قرار رومانسي للغاية جدا، لكن في الآخر على اعتبار العمق في الحب أو السعادة على المدى البعيد فهو كارثة رومانسية بكل صراحة. يا إما نعيش حياة كلها بؤس، يا إما نقبل ونتحمل مسؤوليات مش بتاعتنا. صحيح الحب لازم يكون له مكانة مركزية في حياتنا وقرارنا بالجواز، بس مش ده مش معناه أبدا إن إحنا نخلي السعادة المدى الطويل تعتمد على الرومانسية. لازم تعتمد على الحب العميق اللي بيضمن لينا حياة مشتركة مع الشريك، فيها رعاية وفيها حب وفيها احترام ومعاملة بالمثل على الأقل. صباحكم سعادة وحب.